ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب. هكذا بدأت الدنيا وهكذا تنتهي الدنيا. دخل إليها العبد بلا ثياب ويخرج منها بلا ثياب. دخل ويداه مقبوضتان تريد أن تمسك أي شيء من الدنيا. خرج من الدنيا وقد بسط يديه فلم يخرج منها بشيء. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. وضع على الألواح فالتفت الساقان والتفت الساق بالساق. من أتى به إلى هذا المغسل أحب الناس إليه، لم يصبروا عليه يوما أو يومين، لم يدعوه عندهم. لقد بنى لهم البيوت وجمع لهم الأموال ووفر لهم كل ما يريدون من الدنيا، ولكن لحظات وسويعات وقد تخلصوا منه. أسرعوا به لتجهيزه وتغسيله. ها قد قامت قيامته، ها قد بدأت ساعته. كم كان في الدنيا يغسل نفسه، أما الآن قد جاء من يغسله. كم كان في الدنيا يستر عوراته عن الناس، كان يستحي أن يتجرد من الثياب، لكنه اليوم قد جاء من يجرده بلا حول ولا قوة. طرح على اللوح وغسل. ليت شعري كيف لو أفاق في وضعه هذا، كيف لو نظر إلى من يغسله، كيف لو عرف عن حاله. ليت شعري كم من إنسان فضح في مغسله، كم من رجل أو امرأة هتك الله ستره في مغسله فبانت عورته وكشفت أسراره وفضح بذنبه. كم من إنسان في هذا المغسل قد تبين خيره ونوره وظهرت رائحته الطيبة. كم كانت هذه الرجل تمشي إلى المساجد، كم كانت هذه اليد تطعم المساكين وتمسح رؤوسهم، كم كانت هذه العين تقرأ المصحف وتبكي من خشية الله، كم كان هذا الوجه يسجد لله جل وعلا، أو إن كان فاجرا كم كانت هذه الرجل تمشي إلى ما حرم الله. والله لو غسل ألف مرة فلن يطهر من ذنبه إن لم يتب منه. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. انظروا لهذا الميت ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. من منكم يستطيع أن يرجعه إلى الحياة؟ لو اجتمع أطباء الدنيا، لو تجمع كل أحبابه في الأرض ليرجعوه إلى الدنيا لحظة، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. لن يستطيع أحد. هذه هي بداية الآخرة. هذا هو التغسيل الذي به يغادر هذه الدنيا ليقدم على حياة جديدة أخرى. قال زين العابدين في قصيدته ليس الغريب: وقام من كان حب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني، وقال يا قوم نبغي غاسلا حذقا حرا أديبا عارفا فطني، فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني، وأودعوني على الألواح منطرحا وصار فوقي خرير الماء ينظفني، وأسكب الماء من فوقي وجردني، وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن، وألبسوني ثيابا لا كمام لها وصار زادي حنوطي حين حنطني، وأودعوني على
منطرحا وصار فوقي خرير الماء ينظفني وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن وألبسوني ثيابا لا كمام لها وصار زادي حنوطي حين حنطني وأخرجوني من الدنيا فوا أسفا على رحيل بلا زاد يبلغني وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلفي من يشيعني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا